أكتر من 900 يوم من الحرب، بس اللي بيحصل النهارده أكبر بكتير من مجرد حرب. السودان على وشك الانقسام لدولتين، وفي كوارث مرعبة بتحصل دلوقتي على حدود مصر الجنوبية ومش واخدة حقها في الإعلام، برغم إن تأثيرها علينا كبير جدا جدا، ويمكن تكون من أخطر الأحداث اللي بتهدد مستقبل المنطقة كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل يا صاحبي؟ واهلا بيك في فيديو جديد. قوات الدعم السريع اعلنت سيطرتها على مدينة الفاشر في غرب السودان، ودي كانت اخر معقل للجيش الوطني في اقليم دارفور كله. سقوطها معناه فتح الطريق لتقسيم السودان فعليا بين دولة شرق ودولة غرب، والتمهيد لظهور كيان متمرد وممول من الخارج على حدود مصر الجنوبية. الفاشر ده صديقي مش هي مدينة، دي العاصمة التاريخية لاقليم دارفور، ومقر الجيش السوداني هناك كان اخر رمز لسيطرة الدولة في الغرب. الكارثة الثانية سلسلة مستمرة من الفظائع والجرائم البشعة اللي ارتكبتها قوات الدعم السريع في حق المدنيين المحاصرين في الفاشر، واللي تفوقت حتى على وحشية اسرائيل في غزة. عمليات قتل وإبادة جماعية واغتصاب ممنهج للنساء وصلت لدرجة إن في مرحلة سابقة كان أكتر دواء بيدور عليه المدنيين هو أقراص منع الحمل. طب يا ترى إيه اللي بيحصل بالظبط، وإزاي بدأ، وليه مخطط تقسيم السودان ده بدأ تنفيذه دلوقتي، وإيه مدى خطورة الأحداث ديت على استقرار الشرق الأوسط كله؟ خليني احكي لك القصه كلها من الاول يا صديقي عشان تفهم بدات ازاي وليه خطرها على المنطقه اكبر مما تتخيل. شوف يا سيدي، الحكايه كلها يا صديقي بتبدا سنه 2019 لما نجحت الثوره السودانيه في الاطاحه بالرئيس السابق عمر البشير، وبدات طريق البلد اخيرا نحو الديمقراطيه. السلطه في السودان في الفتره ديت كانت مقسمه بين قوتين مسلحين تقريبا هم اللي كانوا مسيطرين على البلد كلها. القوه الاولى هي الجيش السوداني الوطني بقياده عبد الفتاح البرهان، والقوه الثانيه هي قوات الدعم السريع بقياده محمد حمدان الملقب بحمدتي. بمجرد ما اتعزل البشير حصل اتفاق مبدئي ما بين الجيش والدعم السريع على تقاسم السلطه في حكومه عسكريه انتقاليه عشان يسحبوا بعدها يسلموا السلطة لسلطة مدنية. ستتولى إدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات حكومة من كفاءات وطنية مستغلة. والوضع ده فضل مستمر لحد بداية سنة 2023، وقتها كانت في مفاوضات شغالة بين البرهان وحميدتي على دمج قوات الدعم السريع في الجيش النظامي الوطني عشان تبقى السلطة العسكرية كلها تابعة لجيش وطني موحد. الجيش كان عايز عملية الدمج دي تخلص في سنتين بالكتير، لكن حميدتي كان عايز يأجلها ل 10 سنين قدام، ومن هنا جت نقطة الخلاف اللي عملت انشقاق كبير جدا، وكانت هي الشرارة اللي ولعت الحرب. طب معلش ثانية، هو مين حميدتي ده أساسًا؟ وإيه سبب أهميته؟ وليه أصلًا يبقى تحت إيده قوات منفصلة عن الجيش السوداني؟ حميدتي لو أنت مش عارف قصته يا صديقي هو في الأصل كان راعي إبل زمان، والمفاجأة إنه أصلًا مش سوداني بل هو تشادي الأصل، ونزح من تشاد في التمانينات هربًا من الجفاف. في البداية كان شغال راعي عادي جدًا لحد ما تدرج وبقى قائد وزعيم قبلي، وبقى تحت إيده قوات مسلحة كان جزء من ميليشيات قبلية اسمهم الجنجويد. الميليشيا دي استغلها البشير ودعمهم بالسلاح والفلوس عشان يدمروا التمرد اللي كان حاصل في إقليم دارفور ضده في منتصف الألفينات. بعد ما نجحوا بالفعل في تدمير التمرد بوحشية كبيرة جدًا اللي البشير كان مبسوط منه، وقرر يدعمه أكتر وخلاه يبقى مسؤول عن السيطرة على الجنجويد ودمجهم في قوة واحدة موحدة سماها قوات الدعم السريع. وبعدها زاد نفوذه لحد ما أصبح عنده قوة وسلطة كبيرة جدا وصلته إنه يبني إمبراطورية ضخمة على سرقة ذهب السودان اللي بتوصل مكاسبه لحوالي 20 مليار دولار سنويا. كل ده كان بمباركة من البشير اللي كان بيسعى كورق الضغط على قيادات الجيش وكتأمين لنفسه ضد أي محاولات للانقلاب. الوضع ده فضل مستمر لحد ما قامت الثورة وتشال البشير، وأصبحت السلطة متقسمة بين الجيش والدعم السريع لحد ما اندلع الصدام ما بينهم في 15 إبريل 2023، يعني قبل حرب غزة بحوالي 6 شهور. كل اللي فات ده يعتبر قصة مختصرة للصراع عشان تبقى فاهم ايه اللي وصل الامور للشكل المرعب ده. الفكره بقى ان اللي داير دلوقتي مبقاش مجرد خناقه داخليه على السلطه، بل يتحول لشيء اخطر بكتير. الدعم السريع في خلال الشهور اللي فاتت نجحوا في السيطرة على جميع أقاليم دارفور الخمسة ما عدا عاصمة ولاية شمال دارفور اللي هي مدينة الفاشر، والمدينة دي كانوا بقالهم أكتر من 500 يوم محاصرين أهلها ومجوعين أهلها. قتل 23 شخصا وأصيب 60 آخرون في مدينة الفاشر. تجدد الاشتباكات في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور. يذكر أن الفاشر لم تقع بعد. الجيش السوداني تمت السيطرة في إقليم دارفور لحد ما نجحوا في إعلان السيطرة على مقر الجيش فيها. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. طب ليه عايزين يسيطروا عليها، وإيه المهم كده في الفاشر ودارفور؟ إقليم دارفور يا صديقي زي ما أنت شايف في الخريطة ضخم جدا، بيغطي أكتر من ربع مساحة السودان، وموقع استراتيجي عشان بيطل على حدود 4 دول: ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وبيقع على بعد كيلومترات من حدود مصر الجنوبية. وده معناه إن أي قوة تسيطر عليه ممكن تأثر في استقرار نص القارة الأفريقية مش السودان بس. لخص إن السيطرة على دارفور يعني تحكمه في المعابر البرية الحيوية اللي بتوصل مصر بالعمق الافريقي وطرق التجاره الرئيسيه. الاقليم ده جواه ثروات طبيعيه ضخمه جدا تعتبر هي الاكبر في السودان كله تقريبا، ما بين نفط وغاز وذهب ومعادن نفيسه زي اليورانيوم. كمان عندهم موارد زراعيه ضخمه وخزانات كبيره للمياه الجوفيه. فلما يجي كيان متمرد ويسيطر على المنطقه دي كلها معناه ان السودان خلاص اتقسمت لدولتين، دوله في الشرق ودوله في الغرب، وبقى في كيان مسلح وممول بمليارات الدولارات على حدود مصر مباشره.
طيب في سؤال محير برضه، مين بيدعم الدعم السريع بالفلوس والتمويل ده كله عشان يسيطروا على الاقليم؟ ومين اللي مخليهم مستمرين لحد دلوقتي وقادرين يقفوا قدام الجيش السوداني الوطني؟ الاجابه يا صديقي هي للاسف الشديد الامارات. المعلومات والتقارير الصحفيه كلها بتشير بوضوح ان في دعم اماراتي ضخم جدا ومستمر بيوصل لحميدتي، سواء بالمال او بالسلاح او حتى بالمرتزقه، والدعم هو اللي مخلي ميليشيات الدعم السريع مستمره لحد دلوقتي، وعندها وقود وذخيره ومعدات عسكريه حديثه قادره تكمل بيها في مشروع تقسيم السودان لصالح اجنده الامارات الاقليميه اللي هدفها السيطره على ثروات السودان حتى لو ده بيهدد امن مصر بشكل مباشر. مش بس كده، في تقارير بتشير لوجود ظل روسي في خلفيه الصراع، خاصه العلاقه القديمه اللي كانت بتجمع حميدتي بمجموعه فاغنر للسيطره على مناطق تعدين الذهب. وعلى فكره روسيا اغلب مخزون ذهبها هو ذهب السودان اللي ساعتها في مواجهه الحصار الاقتصادي الاوروبي وقت حربها مع اوكرانيا. الدول دي بتلعب دور في تكوين شبكه ماليه معقده بيتم من خلالها تمرير تجاره الذهب مقابل فلوس ودعم لوجستي لاستمرار حميدتي في الحرب وبسط نفوذه على غرب السودان، وبالتالي استمرار التجاره زي ما هي. انت بتتكلم في 50 طن ذهب سنويا، تجاره بمليارات يا صديقي. وكمان يا صديقي لو ما تعرفش، فوجود كيان مسلح ومدعوم من الخارج على حدودنا الجنوبيه معناه خطر مباشر على الامن القومي المصري، سواء من ناحيه اللاجئين او التهريب او حتى تهديد السد العالي. وغير كده ضعف الدوله المركزيه في السودان ممكن يرجع يفتح قضيه الحدود المتنازع عليها زي حلب وشلاتين، وده هيزود الضغوط على مصر. يا صديقي مش بعيد اصلا تلاقي السد العالي بينضرب من الصبح، وده فعلا تهددنا بيه. والله يا صديقي الامارات اشد على الشرق الاوسط والعرب واسرائيل. حسبي الله. على الجانب الانساني الدعم السريع بالفعل استولى على مقر الكتيبه 6 مشاة اللي هي اخر حائط صد في الفاشر، ودلوقتي في مذابح وحشيه بتحصل للناس هناك، واكبر بمراحل من اي شيء تجرأت عليه اسرائيل في غزه. تقدر تقول ان اللي حصل في غزه لا يعبر عن 10% من اللي بيحصل في السودان دلوقتي. بيعلقوا الناس في الشجر وبيجبروهم على حفر قبور جماعيه وبعدين بيضربوا النار عليهم. وعشان تفهم حجم الكارثه الانسانيه اللي بتحصل هناك خليني احكي لك موقف حرفيا يكسر القلب وما انصحكش تسمعه. اب سوداني اتصل بابنه الصغير من خلال تطبيق الماسنجر، مش علشان يقول له يا حبيبي قول لمامة جاهز العشاء، ولا عشان يساله احب اجيب لك ايه وانا راجع، ولا حتى لانه وحش صوت ابنه. اتصل عشان يقول له انه اتأثر وان دلوقتي بين عدو لا يرحم، قاعد في الطابور مستني دوره في التصفيه. الاب وصى ابنه على امه واخواته وصوته كان بيرتعش، بس مش من الخوف يا صديقي لكن من وجع الفقد وهو لسه عايش. فضل يردد لا اله الا الله محمد رسول الله، وفجاه انقطع الاتصال. السودان بتبكي، الفشل بتنزف، بس العالم ساكت. اللهم ارحم ضعفهم وثبت قلوبهم. كل اللي بيحصل في السودان يا صديقي عليه تعتيم اعلامي كامل ومحدش بيتكلم عنه خالص بسبب ارتباطه بشكل كامل بالدعم الاماراتي. تغطيه ليل نهار على غزه. طيب فين السودان؟ فين السودان؟ فين السودان يا عرب؟ فين السودان يا ناس؟ السودان عرب برضه ومسلمين زي غزه بالظبط. اللي فات ده يا صديقي يعتبر باك ستوري بتوضح لك ان الموضوع ما بقاش مجرد خناقه، ده اصبح مخطط تقسيم بدأ تنفيذه بالفعل. خطر الاحداث دي على استقرار الشرق الاوسط كله اكبر مما نتخيل. كيان مسلح بمليارات الذهب بيدعمه طرف اقليمي كبير، ده تهديد مباشر لامن واستقرار مصر والمنطقه كلها، وواقف على حدودنا الجنوبيه مباشره. ده مش مجرد تهديد للسودان، وممكن يتحول قريب جدا لحرب حقيقيه يضطر الجيش المصري للتدخل فيها بشكل مباشر. لكن لازم نعرف ان كلمه التقسيم لسه ما اتكتبتش، في صمود مستمر للجيش السوداني في مناطق حيويه تانية، وكمان في مقاومه شعبيه كبيره جدا بترفض المشروع. السكوت عن السودان لازم ينتهي، والوعي واننا نعرف اللي بيحصل ونتكلم عنه اول خطوه. السكوت عن السودان لازم ينتهي، الازمه ديت محتاجه صوت عالي يكسر التعتيم الاعلامي ويكشف مخطط التقسيم ده قبل فوات الاوان. لكن لا يا سودان، وعشان الكلام ما يبقاش كله شعارات وبس، اعمل 3 حاجات دلوقتي. شارك الفيديو فورا، خليه يوصل للناس ودعمه باللي تقدر عليه، سواء بلايك او تعليق عشان يوصل. ويا صديقي العالم كله قبل كده قال غزه تموت جوعا، والهاشتاج عمل قلبان، وحاليا السودان بيموت من الجوع حتى من غير صوت. لو فضلت ساكت فانت جزء من الجريمه. ارفع صوتك، خلي العالم كله يسمع ان في بلد بتدفن وهي عايشه. السودان يموت جوعا. الهاشتاج ده انشره في اي مكان تقابله، في اي وقت بتسمع في الفيديو ده روح شارك في الهاشتاج على كل المنصات. وبس كده صديقي، وسلام.